ايه اللي ممكن يعملوه اقباط الداخل، ايه اللي ممكن يعملوه اقباط الخارج؟ خلينا في اقباط الخارج وبعدين هندخل على اقباط الداخل. أيوة. خلينا في اقباط الخارج. الحقيقه يا اخ رشيد، انا يعني دارس يعني الموضوع كله، طبعا في تقصير كبير جدا في اقباط الخارج، وبدا اقباط الداخل يقوموا بدورهم افضل من اقباط الخارج للامانه الشديده. ده اللي باين. ده اللي باين. خلينا اول حاجه المسيرات. اول حاجه المسيرات والاضراب والاعتصامات والمسيرات الكبيره. في مسيره هتمشي من البيت الابيض الى الكونجرس الامريكي، ومن البيت الابيض الى الخارجيه الامريكيه، ويعقب المسيره من الساعه 11 للساعه 5، ويعقب المسيره اعتصام للي عاوز يعتصم قدام البيت الابيض حتى تتحقق بعض المطالب. ايه المطالب اللي عاوزينها مثلا من الولايات المتحده الامريكيه؟ تحويل الجزء الأكبر من المعونة العسكرية إلى معونة مدنية. الجيش غير كفء حاليا. الجيش الذي يستخدم القوة ضد المفرطة ضد أقلية مسالمة عازلة هو فقط شرفه العسكري، لا يستحق معونة. نعم. تحقيق المعونة بالأحرى تقدم لحماية هؤلاء أو تحقيق مطالبهم. حاجتين نقول إن جزء من المعونة العسكرية يوجه إلى قوة داخلية من مصر برضو، مش قوة خارجية، قوة توجه إلى قوة أمن مصرية من الشرطة المصرية أو من أي لحماية الأقليات. الجزء الثاني لتعويض الأقليات، والجزء الثالث يحول إلى معونات مدنية. الجيش لا يستحق معونات في هذه بعد أن فقد هذا الموضوع. ده من حقكم. ده ممكن تحقيقه. الجزء الثاني سهل، بس هقول لك سهل وصعب. الجزء الثاني يا أخ رشيد، المعونات الأوروبية الضخمة، يتحول جزء من المعونات الأوروبية الضخمة يتحول إلى تعويض المتضررين. واخد بالك؟ هي مش المساعدات بصفة عامة بتكون مشروطة باحترام. ما أنا هقول لك أنا أقول لحضرتك، إحنا اتكلمنا مع الاتحاد الأوروبي بالفعل. اتكلمنا مع الاتحاد الأوروبي، قلنا لهم عاوزين نحول جزء من المعونات إلى تعويض الناس. قالوا في اتفاقيات، وانتوا عشان نعمل كده سواء في الولايات المتحده او الاتحاد الاوروبي لازم نغير الاتفاقات. قلت له طب هل هي صعبه؟ قال مش مستحيله، لكن محتاجه ان كنتوا تخاطبوا اعضاء البرلمان الاوروبي وتخاطبوا اعضاء الكونجرس الامريكي. احنا دلوقتي في سنه الانتخابات، السنه اللي جايه دي سنه الانتخابات، عندنا 200 كنيسه قبطيه في امريكا، وعندنا عشرات الكنائس القبطيه في اوروبا، وفي زيهم في كندا وفي استراليا. اذا خاطبنا كل كنيسه، كل مجموعه في كنيسه، لو خطبت عضو كونجرس يبقى عندنا 200 عضو كونجرس، لو خطبت سيناتور يبقى عندنا 100 سيناتور. يستطيع الكونجرس ان يغير الاتفاقيه لصالح الحاجات اللي احنا قلنا عليها. انا بقول لك الكلام العملي. نفس الكلام ممكن ان يحدث في الاتحاد الاوروبي اذا اشتغل الاقباط بجد. هل انت مع اللجوء لامريكا؟ يعني لا 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 لا, لا يعني هم هناك بعض اقباط المهجر، انا حددت كده، بعض اقباط المهجر بيلجأوا الى الرئيس اوباما ومن قبله بوش ومن قبله كذا وكذا. لسه ما قعدش كام يوم. بدأوا يبعتوا له جوابات قبل ما يجي. احنا كذا وكذا وكذا وكذا، بدأوا يعني منشور في الجرايد انه بدأوا ناس من بعض اقباط المهجر بدأوا يستغيثوا بيه. اوباما عنده مهام سياسية جسيمة أكبر من منطقتنا كلها، والجزء الصغير اللي في منطقتنا دي. يعني عنده مشاكل كبيرة مش فاضي للنقط دي. أهم جزء في اللقاء، الجزء اللي بتسمعوه دلوقتي أهم جزء. هو اللي بيعمله كده غير حكماء. تمام كده. يعني مفروض الواحد لما يتصرف التصرف اللي يجيب نتيجة. هو عاوز نتيجة. سامعين الخاين الأول. الخاين الأول شنودة. الخاين الأول شنودة. الخاين الأول شنودة. بيستدعي أمريكا على مصر. فهم بيتصرفوا تصرفات ما يجيبش نتيجة. بس أحيانا اللجوء لأمريكا بيجيب نتيجة. لا. يعني في فترة من الفترات جاب نتائج في الثمانينات وفي التسعينات. لا مش للدرجة دي لا. الآن اسمعوا بقى، هيتكلم في موضوع الاتجاه لأمريكا وبينصح الأقباط يعملوا إيه عشان تعرفوا. والله الذي لا إله كشف عن وجهه الحقيقي. بيقول للأقباط يعملوا إيه؟ بيقول للأقباط يعملوا إيه؟ اسمعوا. أمريكا أيضا ليست مجرد أوباما. صحيح. إنما فيها الكونجرس والسنت. تمام. وهم دول اللي بيديروا العملية. مؤسسات. ولو هو خالفهم ياخدوا منه موقف. طبعا. المهم ان بعض من المحتجين في الخارج ليهم صداقات ببعض اعضاء الكونجرس. سامعين يا اخوه؟ لهم صداقات مع اعضاء الكونجرس.
يعني خليك ذكي بدل ما تروح ترسل لاوباما. طب انت صديق للكونجرس، ابعت الممثلين اللي بيمثلوكم في الولايات. سامعين يا اخوه؟ توجيه والله توجيه مباشر. انتوا لكم صداقات في الكونجرس، ابعتوا ارسلوا لهم ممثلينكم في البرلمان في الكونجرس والسنات، ابعتوا لهم. بيقول لي الاقباط المهجر يعملوا ايه؟ الخبيث كشف عن وجهه الحقيقي عشان الاخوه يعرفوا. اللقاء فضحوا. قول لهم اتصلتوا بأمامة ما بتجيب نتيجه. روحوا لاعضاء الكونجرس والسنة وحكام الولايات، توجيه مباشر من خاين شنودة للخونة أقباط المهجر كيف يخونوا مصر. استدعاء أمريكا ضد مصر، تدخل مباشر أجنبي في مصر من الخائن رئيس الخونة شنودة، من الخاين الكبير قداسة البابا هرس. احنا دلوقتي في سنة الانتخابات، السنة اللي جاية دي سنة الانتخابات، عندنا 200 كنيسة قبطية في امريكا، وعندنا عشرات الكنائس القبطية في اوروبا، وفي زيهم في كندا وفي استراليا. اذا خاطبنا كل كنيسة، كل مجموعة في كنيسة لو خاطبت عضو كونجرس يبقى عندنا 200 عضو كونجرس، لو خاطبت سيناتور يبقى عندنا 100 سيناتور. يستطيع الكونجرس ان يغير الاتفاقية لصالح الحاجات اللي احنا قلنا عليها. انا بقول لك الكلام العملي. نفس الكلام ممكن ان يحدث في الاتحاد الاوروبي اذا اشتغل الاقباط بجد.